السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وباحسن حال ان شاء الله. قبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همك ويزول ان شاء الله، وهمنا وهم الامة الاسلامية كلها يا رب، عليها افضل الصلاة وازكى السلام. فيديو النهاردة يا جماعة فيديو خفيف كده. قلت يعني اعمل اكلة خفيفة ومش مكلفة في نفس الوقت. عجة البطاطس. وسامحوني يا احلى اخوات في الدنيا لو التصوير فيه حاجة، يعني لو مش واضح. مش عارف يا مكة اعملها، خد اعملها لها يا رو. مش واضح في حاجة يعني، استحملوني معلش، غصب عني والله. التليفون بعد ما عملته رجع باظ تاني، فمعلش بصور بيه وسايبها على الله والله العظيم. صلوا معايا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيعني لو التصوير فيه حاجة يا اخواتي استحملوني معلش. ربنا ان شاء الله يفرجها عليا واجيب لي حتة تليفون تاني، اهم حاجة تكون الكاميرا بتاعته حلوة يعني. فمعلش يعني لله وللوطن يا جماعة، حطوا لي اللايك وفعلوا لي الجرس. نفسي اكمل الشرط الاول زي ما قلت لكم، والله العظيم اديلي تاني سنة معاكم على اليوتيوب ما عملتش 100 ساعة مشاهدات. 100 ساعة مش 1000، 100 ساعة. فمعلش بمساعدتكم انتوا والله العظيم. انا واثقه في ربنا ثم فيكم ان شاء الله بوقفتكم جنبي هكمل الشروط بتاع اليوتيوب ان شاء الله. انا مش عشان خاطر يا جماعه والله العظيم، عشان خاطر ولادي واقسم بالله يعني. حكايه اليوتيوب دي او هجيب مكنه زي ما قلت لكم ان شاء الله، ربنا يقدرني كده ويساعدني واجيب مكنه. انا يعني كنت بفكر اكفلها ورايح روحي والله العظيم، هي القناه كنت بفكر. من التليفون عجدني بصراحة، التليفون والله العظيم عجدني، كل شوية يبوظ وكل شوية يخرب، فقلت اكفلها واريح بالي. بس بعد ما اخد مشورة اخواتي، احلى عيلة معايا على القناة، فقلت اخد رأيهم. وقلت يعني بدل القناة اجيب لي حتة مكنة كده حتى لو مستعملة، بس يعني تبقى هي المشروع بدل القناة وكده. فقولوا له رأيكم اعمل ايه، والله انا محتارة. المكنة برضو هتنفع، انتوا عارفين ان انا بعمل حاجات يعني وكده، فساتين وشنط مدارس، بس محتاجة حتة مكنة. فقلت اجيب حتة مكنة هتساعدني واقفل القناة واريح دماغي. فعايزة رأيكم، يا احلى اخوات في الدنيا، يعني شوروا عليا اعمل ايه. انا عارفة ان طلعت بعد عن المحتوى بتاع الفيديو، بس ما فضفض معاكم. دي بطاطس يا جماعة، ما هنخش عايزاكم بس تشوروا عليا في الاول، وبعد كده هقول لكم الخلطة بتاع البطاطس دي. ال... ال... عليه الصلاة والسلام. اذكروا الله يا جماعة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. بس يعني دي بطاطس مهروسة يا جماعة، بنعمل لها خلطة نحطها هي في النص، زي يعني نظام حشوة في النص. بطاطس مسلوقة، بتسلق البطاطس وتحط لها حبة ملح بالتكاليف اللي عندك. بس يا روداي بالتكاليف اللي عندك، سيبها يعني مش لازم تبدعي، مش لازم ما عندكيش حاجة ما عملش. قلت لك ما توقفيش نفسك على حاجة ما عندك. طب انا ما كانش عندي توابل، حطيها. انا ما كانش عندي توابل، عملتها والله العظيم طلع طعمها تحفة وحياة ربنا طلع. يعني انا مش ما عنديش توابل، لا ما اعملش. ما عنديش حاجة ناقصة في الوصفة ما اعملش، لا. اعملي باللي عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة. الموجود عندك اعملي بيه، وربنا بيبارك في الحاجة والله العظيم وبيطلع طعمها حلو. يعني ربنا ما يحللك الحاجة. ماشي. دي بطاطس مسلوقة يا جماعة، سلقنا البطاطس وعملنا لها خلطة. فلفل رومي، بصل. هسيب لكم الوصفة في صندوق الوصف. ماشي يا جماعة، الوصفة بتاعتها هتلاقوها في صندوق الوصف. وعملناها والله العظيم كانت
وبالطين بتكسريها عليها من فوق، فبتبقى والله العظيم كان طعمها حكاية، كان طعمها تحفة. بصوا رودين ما تقول لكم حطوا لها لايك، حطوا لها لايك يا جماعة. ما تنسونيش بالله عليكم يا احلى اخوات في المشورة. اسقي ستك عشان ما تغرق الدنيا معاها في الرأي اللي قلت لكم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، رودين مش